البدايه ديال الحلقه ديال اليوم غادي تكون من قصر دارنجير. غادي نشوفوا جيان حيد الماسك ديالو وقال بانتي مرحبا بابو، انا رجعت عاوتاني لحياتك. ومن بعد غادي نشوفوا اهان مازال ما وصلش للدار، ورجال ديال جيان كانوا متابعين واحد الوقت غادي يوقفوه وبداو كيدابزوا معاه وغادي يغلبهم. بانتي قالت لجيان علاش رجعتي، شنو بغيتي مني؟ جيان قال لها ريان شرح مات وكاينين بزاف ديال الناس غادي يموتوا. بانتي غتبقى غير مصدومه وكتبكي وخايفه وسولاتو شنو كيقصد، بدات كتغوت عليه وقالت ليه شنو درتي لاهان وعمتي شيطان. جيان غادي يطلب منها بلا ما تخاف حيت مازال ما دار ليهم والو، وقال لها انتيا تقدري تنقذيهم الا بغيتي، نوريك واحد الطريقه. من بعد غادي يبان لينا المساعد ديال جيان غادي يضرب اهان حتى يفقد الوعي ديالو، غادي يطيح وغادي يديوه. وغادي نرجعوا لقصر دارنجير. غادي نشوفوا بانتي سولات جيان شنو باغي منها بالضبط. جيان قال لها انا معجب بالذكاء ديالك، واللي باغي منك هو ترجعي بنت الليل ديالي كما قبل، والمقابل هي حياتهم. بانتي من طبيعه الحال غادي تقبل الاقتراح ديالو، وفي الوقت اللي كان باغيه تسلم عليه باش يتفقوا غادي يوصلوا للعائله وغادي يجيو معاهم حتى رجال الشرطه. جيان غادي يتفاجئ وقال بانتي ها هي العائله ديالك اللي كتبغيك وصلت. الشرطه غادي يطلبوا من جيان ما يديرش شي تصرف غبي، وجيان قال لهم سولو بانتي راني كنت جالس معاها وانا جيت لهنا راسي وانا كنحس بلي هذا الموقف هذا فايت لي وعشتو. وقال لهم اخيرا اهان وصل، كان كيشوف في جهه الباب واحد الوقت غادي شي حاجه وغادي يضرب الشرطي في اليد ديالو، يعني كان عنده المسدس وغادي يطيح له. في الوقت اللي هما كانوا كيشوفوا الاتجاه ديال الباب يعني باش يشوفوا اهان، وغادي يستغل الفرصه وغادي يهرب وغادي يتبعوه الشرطه، ولكن هو غادي يكون صافي فلت وحتى العائله ما غاديش يقدروا يشدوه. بانتي غتصل باهان ولكن ما غاديش يكون كيجاوبها. ومن بعد نشوفوا ان مناف جا اتصال من الشرطه وغادي يخبروه انهم لقاو السياره ديال اهان ولكن ما كانش فيها. مناف غادي يقول لها العائله ان الشرطه ما لقاوش اهان السياره ديالو، وهم طبيعه الحال مازال ما لقاوش حتى شي طال ومازال ما عارفين والو. بانتي قالت لهم انها هي اللي غادي تنقذهم. في هذاك الوقت غادي يوصل فيكرام وكان معصب وقال بانتي اش كديري هنا وكيفاش غادي تنقذي اهان وماما. بانتي قالت لهم راني عارفه كيفاش. هو مازال معصب، قال لها بسببك نتيا ماما دخلت الغيبوبه والسجن ودابا مخطوفه، وبسببك بابا بدل الهويه ديالو، دمرتي العائله والبلاصه اللي خاصك تكوني فيها هي السوق ماشي العائله ديالي. بانتي غادي تعصب وغادي تضربو وقالت ليه باباك هو اللي خلاني نعيش معاه بالقوه وكان كيعذبني وانت ما عندكش الحق تهضر معايا بهذه الطريقه. بانتي قالت للبارنا خاصني ننقذ اهان وعندي شيطان وما عنديش الوقت اللي غادي نضيع. مامتي قال لها الا احتاجيتي شي حاجه قوليها لي انا معاك، وحتى العائله كلهم غادي يكونوا واقفين جنبها. اهان غادي يديوه الرجال ديال جيان نفس البلاصه فين كاين الشيطان. فاش غادي يحل عينيه غيفيق غادي تبان ليه الشيطان وغادي يسولها واش يا بخير. غادي تصدم فاش شافتو، قالت ليه كيفاش قدروا يجيبوك لهنا. وغادي يتفاجئ اهان بشي واحد كيغطس ليه راسو في الماء، وغادي يكون جيان هو اللي كيدير هادشي، وغادي يبقى يعذبو بنفس الطريقه واحد المده. اهان قال ليه الا بغيتي تواجهني حيد ليا الحبل وخلينا نتواجهو. جيان قال ليه واقيلا تصدمتي حيت شفتيني، وفاش كنت ريان شو صديق ديالك ما كنتيش مصدوم مني. وقال ليه دوزنا وقت زوين في لندن ياك، ولكن قال لي في الوقت اللي كنت كنبغي ندوز الوقت مع بانتي انت دائما كدير شي حاجه باش ما تخليناش، وفاش كنت كنبغي ندير لك شي حاجه كتجي بانتي وكتخسر ليا الخطط ديالي. من بعد نشوفو في قصر دارنجير جات بورفا مع انيتا، وبورفا قالت لبانتي حتى انا معاك الا احتاجيتي شي حاجه نقدر نعاونك. انيتا قالت لهم انا ما يمكنش نكون ضد جيان حيت خايفه منه بزاف بسبب اللي دوز عليا من قبل. بانتي قالت الام ديالها الا ما وقفتيش معايا دابا ما عمر ما غادي نعاونك. انيتا قالت لها انا ما قصدتش هادشي، انا خايفه عليك من جيان، واصلا الا كنتو نتوما كاملين واقفين ضده انا ما غاديش نمشي في الصف ديالو. مناف غادي يسول بانتي على الخطه ديالها، وغادي نشوفو جيان قال اهان دابا كلشي غادي يولي كيما كان من قبل. اهان قال ليه ما غاديش تقدر ترجع بانتي، وجيان قال ليه بانتي غادي تجي لهنا وغادي تغني وغادي تشرح ليا واللي طلبت منها غادي ديرو. بانتي غنشوفها كانت كتهضر معاهم في القصر، وغادي تفاجئ بالمساعد ديال جيان جا وجاب بزاف ديال الهدايا معاه،
وقال لهم الحل هو تمشي بانتي في الوقت المحدد. بانتي بقات غير مصدومه وكتشوف فيه مناف غادي يشدو من حوايجو وسولو اش داروا الاهان والشيطان. هو قال لهم انا ما غاديش نفعكم بوالو. طلب من بانتي تلبس هذاك الشيء اللي جاب ليها وتمشي للبلاصه اللي اتفقوا عليها هي وجيان. غادي تصدم فاش غادي تلقى الخلخال والحوايج ديال الرقص والمجوهرات. في هذاك الوقت غادي يجيها اتصال من جيان وقال لها مرحبا بك ابابو، وسولها واش بخير وقال لها كتمني عجبوك الهدايا اللي صيفط لي. بانتي سولاتو شنو باغي منها. جيان قال لها اللي باغي انا هي ترجعي بانتي شارما وتجي للبلاصه اللي اتفقنا عليها وغادي نحتفلوا وغادي تلبسي هذوك الحوايج. وسولها واش باغيه تشوف الشيطان وهان وغادي يخليها تشوفهم. وسولها من بعد واش هي موافقه على اللي طلب منها وهي غادي تقبل. اهان غادي يطلب منها باش ما توافقش على الطلب ديالو. وجيان قال ليها الحل دابا كاين بين يديك، الا بغيتي تنقذيهم خاصك تلبسي هذوك الحوايج وتجي لعندي. وغادي يهددها وغادي يغطس الراس ديال اهان في الماء. هي غادي تخاف عليهم بزاف خصوصا اهان وقالت ليه صافي راني موافقه وغادي نجي للبلاصه اللي اتفقنا عليها. فاش غادي تكمل المكالمه قالت العائله انها صافي قررت باش تنقذهم حيت كلشي كاين بين يديها. بارنا ما غاديش تبغي تخليها تمشي حيت خايفه عليها بزاف. وبورفا قالت ليها غير خليها تمشي حيت هذا هو الحل الوحيد وحنا كلنا اصلا كاينين جنبها. بانتي قالت لهم ان اوداي غادي يمشي معاها متذكر بالحوايج ديال السرباي وحتى مناف، ولكن فكرام ما غاديش يخلي مناف. قال ليه انت ما غادي تمشي حتى شي بلاصه، قال لي انا اللي غادي نمشي مع بانتي اوداي وانت تكلف بالشرطه. وقال فكرام لبانتي انا غادي نمشي معكم وغادي نعاونكم. العائله بطبيعه الحال غادي يتفاجئوا وفي نفس الوقت غادي يفرحوا بالمساعده ديالو. بانتي غادي تمشي توجد راسها وتلبس حوايجها وفكرة مع اوداي غادي يوجدوا راسهم ويلبسوا الحوايج ديال السربايه وغادي يتنكروا باللحيه المستعاره وبالشعر المستعار. ومن بعد غادي نشوفوا ان في الحفله صافي كلشي واجد والحضور جا وكانوا كيهضروا على بانتي. واحد منهم قال الصديق ديالو الحاجه ديال جيان نقدروا غير نشوفوها بالعينين وما يمكنش نقيسوها. غادي توصل انيتا هي الاولى غادي يمشي عندها جيان وقالت ليه توحشك بزاف وتوحش الوجه ديالك والاناقه ديالك. جيان قال لها انا فعلا بدلت الوجه ديالي وانتي ما باغياش تبدلي. وسولها واش درت. ردات البال على اللي وسطها. هي تقول لي واش انا نقدر ننسى شي حاجه، انا اصلا كاينه غير باش ندير بحال هاد الحفلات. بانتي غادي توصل والحضور قالوا انها كتستحق المغامره. وبانتي من بعد غادي تقدر المعامله ديال جيان اللي كان كيعاملها من قبل فاش كانت بنت الليل ديالو. جيان غادي يسولها واش عجبها الحفل. وصل اوداي مع فكرام وكان جيان كيشوف فيهم. انيتا غادي توقف قدامه وقالت ليه ان الحفل زوين بزاف والتحضيرات رائعه. جيان قال لها المهم هو ان بانتي تكون واجده. انيتا قالت ليه بلا ما تخاف هي راها واجده. وجيان غادي يقول لبانتي راني موجدلك واحد المفاجاه قبل ما نبداو خلينا نشوفوها. وغادي تكون في نفس البلاصه غادي يحل غير الريدوات وغادي يبان لينا اهان وشيطان فوق واحد المنصه مربوطين فوق الكراسه وغادي يكون من تحت ديالهم الماء مغلي. وفي اليد ديال جيان غادي يكون واحد الجهاز تحكم عن بعد. فكرام غادي يتصدم وباغي ينقذ ماماه ولكن اوداي ما غاديش يخليه وغادي يطلب منه باش يتسنى الوقت المناسب قبل ما يدير حتى حاجه. جيان غادي يقرب اهان بالجهاز ديالو للبلاصه فين كاين الماء المغلي وغادي يهدد بانتي الا ما سمعاتش الهضره ديالو غادي يرميه تماك. بانتي غادي ترجع باش يوقف على داكشي اللي كيدير واهان غيبقى كيغوت باش ما تسمعش الهضره ديالو ما دير حتى حاجه. جيان قال ليها الا نقتي اهان غادي تلقى لك الشيطان، يعني غادي يعطيها الحق باش تنقذ غير واحد فيهم. وفكرام غادي نشوفوه باغي يمشي عند الام ديالو اوداي غادي يطلب منه باش يصبر شويه. وجيان غادي يعاود يسول بانتي صافي واش قررت شكون غادي تنقذ اهان او لا الشيطان. وفي نفس الوقت غادي يقرب الجهاز ديالو اهان لهداك الماء وغادي يقترح عليها واحد الاقتراح. يطلب منها باش تفرحوا مزيان هو المدعوين ديالو ويقدر يطلقهم بجوج. وفي حيت شافها مازال كتفكر ما اختارت والو غادي يقترح عليها واحد الاقتراح اخير. قال لها الا قبلتي
باش تمشي معايا من هنايا نخرجوا من الهند، نقدر نخليهم يعيشوا بجوجهم. وغادي يطلب منها يعني باش يخلي اهان وبانتي يمشيو بحالهم الى باغيه. بانتي غادي تقبل الاقتراح الاخير ديالو وقالت لي صافي غادي ندير اللي بغيتي، صافي غير خلي اهان وشيطان يمشيو بحالهم. هو قال لها صافي القرار راه ديالك وبين يديك، ديري اللي بغيتي. وغادي يكون اخر مشهد في الحلقه ديال اليوم. كنتمنى الملخص الى الاعجاب ديالكم، والى عجبكم كما كنقول لكم فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش تقدروا توصلوا بكل جديد باذن الله.